الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين كما يلالوا المهاجر الله لحبيب من عيسى سيدنا الفقير قدم محمد علي وعلى رسولهما وبرهم ثم يلالوا رقم بسبب ثم الأرواح بمن زمانا هنا بسببهم نزول المولود وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل قبلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بتعلم يا رب صل على محمد وآله ومن حبيبي عجاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
يا ربي صلي عني وسلم يا ربي صلي على محمد يا من بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك أسفلت يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الصفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنا قال زكيا السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أنا قال زكيا السلام أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي يا سلام عليك السلام عليك السلام زين الأنبياء السلام عليك أدخل الزكية السلام عليك زين الأنبياء السلام أدخل الزكية السلام على من هو الباري بالغمام السلام على المشفع السلام على من هو الذي بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك هذا طالت يا السلام عليك زين الأنبياء السلام علينا قالت يا اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجر بعد مجال ولا الحكمة والوعي ولا من ذلك التي لا جرت به في أجدال من القسمة وأسد وجه الصفر وجدع في الخلق كل بشرة الذي يدخل في هذا العمل المعقول فجعلت أثر فيه في عوالم الشهادة والغيوم صلى الله عليه وبعض ما الذي ورد من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود فتردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابغ فضل الله على يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عما لنا ما نوالا يا لقلبي سروره غمر الكون
حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباحرة بالنعمة واسعة ومنة غامرة فانفلقت بدء تصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مجهول بالعين حاول وصف كمال المدرك وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال ميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار أذالية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلم فاخرة والأرحم الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ودورا حير أفكار ظهوره وبهر فتعلق حمة الركيم لهذه
هذه الحروف بأن يذكر في هذا القرطاس ما هو لديهم من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شعر أصراف مخلوقين وما أكرمها الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبكت رايته في الكون منشورة على أمر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجب التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولا الله ينفع به متكلما والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلام أيها الطمع حركته به الأنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن شمائل. فهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في أدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور مودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أن أخبر عن أول شيء لك الله قبل العشاء. قال يا جابر إن الله لك قبل العشاء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في حلقي وآخرهم في البعث. وقد عددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين السلابة من شرفة من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصله يد علم القديم إلا من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي قدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتركه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها ونمت أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت البروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضة فضله فتنتشر في آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا
العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في خماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في خماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لا دور طيبة والنضال جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المعسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل الدابة لقريش نطقت بفاشح عبارة معلنة بكامل البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحمدها بغلام من بركة والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من علام الخفاء إلى علم الزهور بعد تنكله في البطون والزهور صلى الله عليه فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعزيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فحين قرب أوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نورهم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ حقه حكما على من أتم الله عليه النعمة
من خواص الأمة أن يحضر عنده ولي الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة وافية. فأتى الوقت الذي راتب الله له دور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبارز حامد المحمود مذعين لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجنى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب يا أهل المثاني فهزار اليوم لغراد واستبئوا بجمال فقابل حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبنا بوجود
الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا رسول الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي أجد وبالغ كل ما قصر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله بجوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbagusilah nama kalian. Di hadapan kita ada dua bayi yang telah disepakati oleh kedua orang tuanya. Yang pertama bernama Syarifah Sulma binti Abdullah Al-Idrus, dan yang kedua adalah Raisya Gani Ashalina binti Edi Sugandi. Kita doakan kedua anak ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan permata hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nusa dan bangsa, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ulama yang mengamalkan ilmunya, dijauhkan dari bala dan musibah, diluaskan rezeki yang halal dan barokah. Al-Fatihah. Bismainil mubarakaini Syarifat Ilma binti Abdullah Al-Idrus, Warisya Gani Ashalina binti Edi Sugandi. Anallahu tawil umruhuma fi ta'atillah ta'atir rasuli wa ja'aluhuma qurrata ain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ja'alhuma minal barinal barat di walidayhima bi anna Allah hafazhuma minal baliyat wal adiyat wal fitan ma dhahara minha batan bi anna Allah yuballigh maqasidana wa maqasid masyayikhina wa alana wa asnab rasulin inda tasmi' abnaihim wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتوشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وغايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل،
وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم غاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا النصر واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah wa qiraatul yasin wa tahlil wa tasbih wa du'a salam ala nabi liman kadzikr al-marhum bi rahmatul hayyul qayyum jiddi al habib Ahmad bin Muhammad al-Kab wal habib Ahmad Muhammad bin Syahab wal marhumah Baba Hamidah binti Muhammad bin Syahab wal marhum al habib Ahmad bin Muhammad bin Syahab wal marhumah Baba Alwiyah binti Ahmad al-Idrus wal marhumah Baba Hamidah binti Uthman al-Madij wal marhum al habib Muhammad bin Ahmad al-Kab wal marhum al habib Alwi bin Muhammad al-Kab bin Ahmad al-Kab wal marhum al-Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Kab wal marhumah Baba Kharijah wa Fadlun wa Masturah wa Aluyah wa Ummi Kalthum wa Zuwairiyah wa Muzna binti Ahmad al-Kab wal marhum al-Habib Hasan bin Ahmad bin Syahab wa zawjatuhu Baba Ruqayyah binti Abdul al-Kab wal marhumah Baba Salmah wa Masturah wa Rawdah wa Asiyah wa Aisyah binti Ahmad bin Syahab wal marhum al-Habib Ahmad bin Idrus al-Idrus wa zawjatuhu Nuraini binti Muhammad Nur wal marhum al-Habib Alwi al-Hadi wal zawjatuhu Baba Nafisa binti Ali al-Kab wal marhum al-Habib Ahmad bin Abdullah al-Khirid wa zawjatuhu Baba Atiyah binti Ahmad Haneman wal marhum al-Habib Alwi bin Ahmad al-Kab wa zawjatuhu Baba Sidah binti Hamid al-Bar wal marhum al-Habib Muhammad Mubarak al-Idrus wa zawjatuhu Baba Ruqiyah binti Ismail bin Syahab wal marhum al-Habib Faisal bin Usman al-Madhij wa zawjatuhu Baba Kalthum binti Abu Bakar bin Syahab wal marhum al-Habib Abdurrahman bin Alwi al-Idrus wal marhumah Baba Martalaina binti Ahmad al-Idrus wal marhum al-Habib Nizar bin Muhammad bin Syahab wal marhumah Baba Narjas binti Muhammad bin Syahab wal marhumah Baba Ustazah Maya binti Hasan al-Jubri wal marhumah Baba Ustazah Ummi Kalthum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim thumma ila ruhususun al-marhum bi rahmatil hayyul qayyum sahibul hal Sayyidul Walid
الحبيب داعي إلى الله الحبيب البارك الحبيب محسن بن أحمد الكعبي من استمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر له صاحب التربة الحبيب أحمد بن شهاب بن شهاب من استمعنا ها هنا بسببهم والحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب والحبيب Akil bin Muhammad bin Yahya wal Habib Pangeran Syarif Ali bin Syahab bin Sayyid Usuli Mufrih bin Sidqana Sumay Sahibul Hal al Habib Muhsin bin Amal Al-Qam man istama'na ha huna bisabihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamu bi rahmatihi walidina wa dim khassah wa jami' amwatina amwatil muslimina amma wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ذو اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من هل هو الله أحد والمعوذة مجتمعنا ها هنا بسببه المغفور الحي القيوم الأستاذ محسن بن أحمد الكاف أن الله يغفر له ويرحم برحمة والدينا ولكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات مسلمين عما أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكب مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض من عليها وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين. وأزواج رسول الله طاهرة عمة المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى عائشة الرضا، وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن وحسين علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي رضا علي وريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب وسيدنا أحمد المهاجر الله أحمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صبي المرباد سيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم عم الفقيه وسيدنا الحبيب علي وغيره من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولى الدويله سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام بشر الرحمن السقاب والشيخ أحمد مخضار السكران أحمد السكران حبيب السكران حبيب عبد الله بكر ادو الشيخ بكر حبيب بكر عبد الشيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الرحمن الطوش علي بن باروس بن حداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر جيلاني شيخ أحمد البداوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم السوقي أبي حسن الشديد وكذا الشيخ محمد البوسري صاحب برده بابا الشيخ سلطانة شيخ أحمد التجاني شيخ سليمان الجزري محمد عبد الحربة الحبيب علي بن الله إدوس وأصولهم وفروعهم وجل بن الله السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عمر السقاب صافي الحبيب حامد بن حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرشي والحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين حبشي عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد بن مسبيد والحبيب حسن بن صلاح البحر ابن حبشي عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوان الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسين حبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبشي بن السقاب محمد بن هادي السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن محسن بن عبد الله الحدار وسيدنا الحبيب أحمد محمد مخضار وسيدنا الحبيب عبد الله بن أحمد السقاب والحبيب عبد الله الشحاب والحبيب محمد بن صالح المخضار والحبيب عبد الرحمن مصطفى علي دروس من تاريم وأهلها من زنبل سادة علوي والحبيب حسين بن أبو بكر عبد الله محسن العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب مطر حداد الحبيب علوي والحبيب حسين مطر حداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر بن علي السقاب وأصولهم وفروعهم والتسعة رحمة الأنفال شيخ بن محمد فقيه محمد بن حبيب يحيى حبيب صافي والحبيب محمد محمد مخضار والسيد محمد بن حسين إدروس محمد حسين إدروس والسيد الحبيب محمد بن حبشي والسيد الحبيب جابر السقاب حبيب علي بن السقاب حبيب عبد الله الحداد والحبيب السقاب شيخ علي بن قطب الإمام بكر السقاب والحبيب علي محمد هاشم السقاب والحبيب صالح مسلم حميد حسين الحادي الحامين والحبيب عبد القادر بن محمد الفقيه الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن محمد الفقيه والسيد الحبيب محمد بن حسين بابور الحبيب حسن بحرون والحبيب احمد محمد الحداد والحبيب حسين العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس سليم جن الداخلين والحبيب علي بن محمد الحبشي واصولهم وفروعهم والحبيب سالم الحبيب احمد بن علي الحداد واصولهم وفروعهم جن سارة علويين والحبيب حسين بن عثمان الادروس والحبيب احمد مصطفى بن سميد والحبيب حسين بن احمد بركبه واصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن بن الحبيب حامد بن الرحمن السقاب واصولهم وفروعهم والحبيب هاشم بن حسين ملاخله واصولهم وفروعهم شاطه ونسين الحبيب حامد بن عبد الله الحداد اخوان حبيب حامد واصولهم وفروعهم الحبيب عبد الله بن سالم الكاب واصولهم وفروعهم والحبيب شيخ بن احمد بن شهاب والحبيب احمد بن شهاب بن احمد بن شهاب والحبيب عبد الله بن نور بن شهاب والحبيب حامد ومن بن شهاب واصولهم وفروعهم ونسين الحبيب احمد بن علي بن صالح بن شهاب بن سالم وبكر بن شهاب بن شهاب بن صالح بن سالم بن سالم واصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن محمد النوار واصولهم وفروعهم ونسين الحبيب احمد بن حسن حبشي والحبيب احمد الكمشي علي حسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب بكر بن شهاب عبد القرين والحبيب علي بن محمد النوار والحبيب علي بن شهاب بن سقاب واصولهم وفروعهم ثم الى من اجتمعنا ها هنا بسببه المغفور حي القيوم الحبيب محسن الحبيب محسن بن أحمد الكاب أن الله يغفر له ويرحم رحمة والدينا والإخلاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وبراءة من النار ونجاة له من النار وعيدكا وحبانه من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعنهم اجمعنا واياهم والمسلم في دار كراماتك ومستقر رحماتك ومحل اوليائك مع الذين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سير أسرى
بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'i inayati fastajabatum wa badartum ila fadlil jazili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Abuya Sayyid Omar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan juga lahada Ustaz Shogi Al-Kaf, dan juga hadir di sini orang tua kita itu Habib Ali Al bin Hamid, dan juga adalah Habib Ahmad Al-Kaf, dan yang lainnya para asatidah, para hadirin yang tidak bisa Al-Faqih sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Faqih kepada antum semua. Nasyukurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pagi menjelang siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, acara demi acara telah kita lewati bersama. Dari tadi pagi kita telah menjalankan daripada ziarah kubur kepada sahibul haul, yaitu Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf di Gubadugu. Kemudian dilanjutkan tadi kita baca sama-sama yaitu pembacaan sirah nabawiyah, yaitu Maulid Siftud Durar yang dikarang oleh Habib Ali Muhammad Husin Habsyi. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu ada tasmiyah, selanjutnya yaitu ada pembacaan yasin dan tahlil. Menginjak ke acara yang selanjutnya yaitu pembacaan manaqib sahibul haul, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh daripada salah satu cucu beliau yaitu As-Sayyid Muhammad Syafiq bin Ahmad Zaki Al-Kaf. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Amma ba'd. Al-Faqih berdiri di sini ingin membacakan sekelumit biografi Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf. Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 14 April 1932 Masehi atau 8 Zulhijjah 1350 Hijriah, dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Ahmad Belacu, dengan Hababah Hamidah bin Muhammad Syahab yang lebih dikenal dengan sebutan Cik Nining. Al-Habib Al-Barakah bin Muhsin bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Alwi bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Kaf bin Muhammad Quraikarah bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ahmad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Qalaqasam bin Alwi bin Muhammad
bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sayyidus Syabab Ahlil Jannah Ibnil Imam Ali bin Abi Talib Karamullah wajhah wabni Sayyidatina Fatimatuz Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf telah menunjukkan sifat-sifat yang patut menjadi contoh, antara lain beliau taat dan hormat kepada kedua orang tuanya, sabar, dan yang paling penting beliau sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, serta memiliki giro yang sangat kuat dalam mempelajari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Sifat sabar beliau tergambar dari cara beliau mengajarkan ilmu pada murid-muridnya dan pada perlakuan orang-orang yang kelak menzolimi beliau. Bahkan beliau berpesan kepada anak-anaknya untuk belajar bersabar dalam menghadapi berbagai perlakuan orang-orang yang menzalimi mereka. Selain itu, beliau merupakan pribadi yang sangat menghargai waktu, baik untuk ibadah, mengajar maupun bermuamalah dan bermasyarakat. Di samping Habib Muhsin mengajar, beliau juga sempat berdagang. Suatu ketika beliau berangkat keluar kota untuk membeli barang dengan naik bis. Di tengah perjalanan beliau diberitahu oleh supir bus untuk pindah ke bus lain karena bangku yang beliau duduki sebelahnya kosong dan hendak akan menaiki 2 penumpang dan beliau disuruh turun dan pindah ke mobil yang lain. Beliau tanpa sakit hati dan berlapang dada turun dan menaiki bus yang lain. Selang berapa lama bus yang semula beliau naiki kecelakaan dan alhamdulillah beliau selamat dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Muhsin di tengah-tengah keluarga merupakan sosok ayah dan guru yang memiliki uswah yang patut dicontoh. Sebagai ayah, beliau adalah ayah yang sangat bertanggung jawab baik dalam pendidikan anak-anak dan memberi nafkah keluarga, menjaga keakraban rumah tangga. Sebagai guru, Habib Muhsin mendidik anak-anak beliau dengan syariat yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui pendidikan langsung maupun dengan sikap yang ditunjukkan oleh beliau. Dari perkawinan dengan Hababah Farida binti Ahmad Syahab, beliau dikaruni 7 orang anak, yaitu Sayyid Ahmad Zaki Al-Kaf, Syarifah Hamidah Al-Kaf, Sayyid Muhammad Nizar Al-Kaf, Syarifah Nafisa Al-Kaf, Sayyid Ubaidillah Al-Kaf, Sayyid Abdurrahman Fahmi Al-Kaf, dan almarhumah Syarifah Zakiyah Al-Kaf. Pendidikan yang mendasar beliau dapatkan dari bimbingan ayahnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Bimbingan yang diperoleh dari ayahnya antara lain selalu diajak sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, Rotibul Haddad, pembacaan tahlil, pembacaan maulid, pembacaan qasidah dan lain-lain. Di samping bimbingan dari orang tuanya, Al-Habib Muhsin juga banyak belajar dari tokoh habaib, antara lain Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Al-Habib Ali Abu Bakar Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Hamid Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Syahab, Al-Habib Umar bin Syekh Syahab, Al-Habib Alwi bin Salim Al-Kaf, Muallim Umar, dan Ustadz Umar bin Ahmad Syahab. Adapun secara formal beliau memulai pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah Adabiyah tahun 1952 sampai 1957. Lalu melanjutkan di Sanawiyah dan Aliyah di Sekana tahun 1957 sampai dengan 1962. Setelah itu beliau melanjutkan belajarnya di Raden Fatah Palembang di Fakultas Syariah dan mendapat gelar sarjana muda tahun 1965. Adapun guru-guru formalnya antara lain adalah Kiai Haji Daud Rusdi, Kiai Haji Zainal Abidin Fikri, Kiai Haji Abdul Ghani Sendang, dan Syekh Mutawali dari Mesir khusus mempelajari tahfiz Al-Quran. Selama 35 tahun beliau mengabdikan dirinya pada Yayasan Adabiyah Palembang dan beliau benar-benar menikmati pengabdian ini. Setiap hari beliau datang mengajar dengan berjalan kaki sambil berzikir sepanjang jalan. Selama lebih dari 10 tahun beliau mengajar di Madrasah As-Sagaf bersama Ustadz Abu Bakar Al-Kaf, bersama Ustadz Ali Baharun mengajar di Mahad An-Nasr.
banyak membantu orang yang terkait masalah-masalah ibadah, pernikahan, dan juga faraid. Juga mengisi cawisan fikih berbagai musola dan masjid antara lain di Masjid Darul Muttaqin, Musola Fahar, Musola Darul Hijrah 13 Ilir, Masjid Hamatus Salam, Musola 5 Ilir, Musola 3 Ilir, Musola Riyadul Jannah, Kampung Muaro, Masjid Samiul Huda, dan Musola Yayasan 2. Pada akhir kehidupan beliau, intensitas ibadah beliau semakin meningkat giat dalam menghatamkan Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah, membaca sholawat, dan wirid-wirid yang lainnya. Setelah itu beliau berpesan kepada anak-anaknya untuk tetap teguh pada thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak tanggal 8 Rabiul Awal 1430 Hijriah, setelah menghadiri Maulid Arba'in di rumah keponakannya, beliau jatuh sakit. Selama masa sakitnya, anak-anak dan istrinya kerap mendapat tarbiyah dari beliau, khususnya tentang kesabaran beliau menghadapi sakit dan keistiqomahan beliau dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Rabiul Awal 1430 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah dengan penuh ketenangan. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang melayat dan mengantar jenazah beliau merupakan tanda hablum minallah dan hablum minan nas telah mulus disukseskan beliau. Semoga Allah selalu memberkahi dalam hidup dan setelah meninggalnya. Mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan beliau pada murid-muridnya senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan beliau selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran pada Sayyid Muhammad Syafiq bin Ahmad Zaki Al-Kaf yang telah membacakan daripada Manaqib Sohibul Hal. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa birrul walidain yang dalam hal ini akan dibacakan oleh salah satu cucu beliau, cucu Sohibul Hal, yaitu As-Sayyid Ali Ayyas bin Ustadz Ubaidillah Al-Kaf. Kepadanya kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واستناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصنا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيء إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها الضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين اللهم فضلهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساع والرعي الذي كانوا لنا راعين أفضل ما جازيت به سعة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم اضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بها آثارون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما
غلب على قلوبهم من محبته وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوها فيما اجتره لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجعه بلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرحامهم وأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا تكفهم منا على موقف افتداح بما نجتره من سوء الاجتراء. اللهم ما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وما تصدقنا من صدقة فنميتها وما عملنا من أعمال صالحات فرضيتها فنسألك اللهم أن تجعل حظه منها أكبر من حظوظنا وقسمه منها أجزل من أقسامنا وسهمه من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك وصيتنا ببره وندبتنا إلى شكره وأنت أولى بالبر من البارين وهق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد واسمهم بنا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد حق تجمعنا وإياهم في المسلمين جميعا في دار كرامة مستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Syukran kathiran li Sayyid Ahmad Ali Iyas bin Ustaz Abu Baidillah Al-Kaf yang telah membacakan daripada doa birrul walidain. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak ke arah selanjutnya, acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Hussein bin Alwi bin Syahab. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Dan yang masih di luar, yang lagi rokok dan yang lainnya diharapkan untuk matikan dulu untuk mendengarkan daripada Mau'idatul Hasanah. Afwan. Dan yang mau ngambil wudhu dipersilakan di tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama-sama seluruh para habaib, para asatid, seluruh orang tua kita, terkhusus Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Shihab wal Habib Muhsin Al-Habshi wal Habib Ali Al-Bin Hamid wal Ustadz Syauqi Al-Kaf wal Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf dan beserta seluruh asatid dan juga seluruh keluarga sahibul haul Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan mulia. Kita bisa hadir di acara haul dan tadi kita barusan mendengarkan manaqib sahibul haul. Manaqib sahibul haul itu sudah nasihat buat kita. Kita jadikan timbangan kalau kita masih jauh dengan sifat-sifat beliau
jangan anggap diri kita sukses. Jangan anggap diri kita wong baik, wong soleh. Kita ini sekarang punya masalah sih kok. Masalah kita apa? Kita salah memahami makna kesuksesan. Salaf-salaf kita sudah mengajari kita apa itu kesuksesan. Jadi tentang kesuksesan ini wong beda-beda pandangan tentang kesuksesan. Sifatnya relatif. Wong-wong kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang mempunyai rasa cinta dunia penuh dalam hatinya, memandang kesuksesan itu kalau kita punya penghasilan tetap dan itu cukup atau lebih daripada cukup, dan kita disanjung sama wong, dihargoi sama wong, punya barang-barang megah, punya rumah dewek. Ini doktrin-doktrin seperti ini subhanallah sudah masuk ke kebanyakan kita. Subhanallah, kita rela kesampingkan ilmu agama, kesampingkan tak peduli anak tu wirid apa tidak wirid. Tadi Habib Muhsin kita dengar, dari kecil wirid tak lepas. Dari kecil sudah wirid. Tak peduli anak wirid, solat qobliyah ba'diyah, solatnya berjamaah apa tidak peduli. Kalau anak udah punya gawean tetap, penghasilan besar, baik laki-laki atau perempuan, sukses. Anaknya kalau sudah punya gawean, ngerasa alhamdulillah sekarang anak sudah sukses. Subhanallah. Itu pandangan bukan pandangan ajaran datuk kita. Sampai-sampai kalau kita jengok ada budak santri pondok, keluar dari pondok idak katik belajar tentang ilmu dunia yang pacak begawe, sekiranya kita ngomong ini kurang sukses, kita pandang sebelah mata walaupun omongan kita tidak baca itu depan dia. Ini keadaan kita. Ini sudah jauh keluar. Lalu bagaimana pandangan salaf tentang kesuksesan? Salaf, pandangan Nabi SAW, pandangan Al-Quran tentang kesuksesan itu dalam ayat yang sering kita dengar. Kalau kita renungkan, kalau kita sering dengar, kita renungkan, kita insya Allah berubah. Setiap jenazah sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhdiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan setiap kita sungguh bakal dibalas. Ada bagi rapot agak di akhirat dipertanggungjawabkan galau gawe kita. Siapa yang sukses? Faman zuhdiha 'anil nar, barang siapa yang dijauhi dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Lanjut ayatnya apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenapa dikaitkan dengan dunia? Karena kita kadang lupa nyangko kesuksesan itu kesenangan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini, melainkan kesenangan yang bikin kita tertipu sampai kita merasa sukses kalau punya dunia. Disanjung wong, omongannya didengar. Kalau kita datang, subhanallah, sambutannya berbeda. Tidak, pandangan salaf kita berbeda. Pandangan salaf kita berbeda. Sekarang kita tidak peduli. Pemuda-pemudi kita pacaran, yang penting pacarnya selagi wongnya mantep, gaweannya bagus, tidak apa-apa, seakan-akan tidak haram. Karena pandangan kita tentang sukses seperti itu. Salaf kita beda. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengeluh akan hal ini dalam satu qasidah full. Qasidahnya diawali dengan qala al-fata Asy-Syatiri kamli 'ala dhaim sabir sabir kama man sabar. Berkata pemuda bermarga Asy-Syatiri, berapa banyak aku ini sudah sabar dengan kedoliman, maksiat, masalah-masalah, musibah-musibah agama. Sabar baca orang-orang terdahulu salaf soleh bersabar. Di antara yang beliau keluh kenapa? Kam min walad syab yatmayal bi thawbil mafakhir yu'jibak li qad khatar wa hu minal ilm muflis ma araf lil awamir wala garal mukhtasar dhanna syaraf fil malabis wal kisa wat takathur wal laglagah wal hadar la wal ali inna fi dal hal kullal khasair wa fihi kullu darar bil ilm ya ikhwanana
man ram minkum yufakhir fal ilmu bih yuftakhar. Abdullah Syatiri ngomong apa? Berapa banyak sekarang ini pemuda-pemudi dengan pakaian megah, mobil megah, pakaian megah, serba megah, merasa bertantang tenteng seakan-akan sudah hebat. Kalau kita jingok besitan hatinya, subhanallah, takjub kita. Heran kok bisa besitan buruk itu ada dalam hatinya. Padahal tidak sampai situ. Dia pun padahal ilmu agama kosong, nol, bangkrut dalam ilmu agama. Kitab mukhtasar pun, kitab tipis dalam ilmu agama tidak pernah baca. Zaman beliau itu. Kalau zaman kita ditanya kitab mukhtasar tahu namo, alhamdulillah sudah terlalu jauh. Kitab mukhtasar latif, kitab mukhtasar kabir, itu kita tidak boleh lepas. Tafadol dunia, wong dulu mandang dunia sampingan. Wirid ilmu agama inti. Sekarang jangan sampai dibalik. Ini karena kita sudah salah memandang kesuksesan. Habib Abdullah Syatiri ngomong apa? Dhanna syaraf. Dia nyangko kemuliaan fil malabis, dalam pakaian wal kisa. Bagus, megah. Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid, gurunya Sahibul Bughyah, itu beliau alim wali soleh, pakaiannya lusuh. Pernah ada jamaah habaib yang punya bisnis di Singapura kayo datang jalan bareng sama Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid untuk hadir di majelis. Mereka pakai baju bagus galo, megah galo. Mereka agak risih. Habib Ahmad bin Ali ini melok pulo. Habib Ahmad bin Ali ngaso. Kata Habib Ahmad bin Ali, kamu lajulah duluan, anak-anak ke masjid dulu. Sengaja biar mereka lebih dulu. Mereka datang hadir di majelis, tidak disambut sama wong tarim kala itu. Pas Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid datang dengan pakaian lusuh, disambut wong tegak galo, menghormati beliau. Akhirnya wong-wong kaya tadi ngomong apa? Kemuliaan bukan ada sama kita. Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid yang lebih mulia. Kenapa? Wong tarim faham apa itu kesuksesan. Wal kisah wat takatsur. Kita juga nyangko sukses kalau kita banyak duit, banyak pengikut, banyak disanjung-sanjung sama wong. Kita lupa surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Habib Hasan Asy-Syatiri itu cerita, zaman dulu ada budak kecil hatinya bersinian. Dia belajar sama gurunya, belajar ngaji, masih belajar ngaji. Wong dulu kalau belajar ngaji pakai lauh, papan kecil, ditulis, dihafal. Ini akhir ditulis di hari pertama, Alhaakumut takatsur sebanyak 4 ayat. Alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan oleh saling banyak membanyakkan harta, pengikut dan semisalnya. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, hei sungguh kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, hei sungguh kalian akan tahu. 2 kali ditegur. Itu anak ini balik ke abahnya nangis. Ngapo kau nangis, kata abahnya? Tadi pengajar ngajari surat At-Takatsur, sedih aku, takut bah. Tahu tak, kata abahnya, besok yang ditulis kenapa? Yang dituliskan kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Hei, sungguh kalian akan tahu dengan ilmu keyakinan dan kalian sungguh akan melihat api neraka depan rai. Seluruh kita nyengok neraka depan rai bakal. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Anak ini meninggal. Anak ini meninggal karena saking takutnya hatinya bersih dengan surat At-Takatsur. Kita kadang tak peduli anak kita, yang penting pacak ngaji, paham Quran, paham maknanya, tidak masalah, yang penting duit ada. Anak kita sholat pacak khusyuk apa tidak, tahu arti bacaan sholat apa tidak, tak peduli. Yang penting penghasilan tetap cukup, terus ngasih setoran tiap bulan buat kita. Sukses bagi kita itu, tidak menurut salaf. Dan tak sampai situ. Jangankan urusan dunia, urusan agama pun kita bawa baca itu. Urusan agama, ada Ustadz A sama Ustadz B. Ustadz A Masya Allah terkenal, ceramahnya bagus, majelisnya di mana-mana, ada di YouTube, di Instagram, masuk internet di mana-mana. Kalau hadir majelis, wong buka jalan galau, bajunya megah, imamanya megah, salnya megah. Kita anggap ini Ustadz sukses. Ada Ustadz B
Tidak baca itu. Wegit rajin, tinggal cuma di pondok, sabar di pondok, buat makan sehari-hari tahan ngutang. Ini kita anggap ustadz yang gagal, ustadz yang tidak sukses, kita pandang sebelah mata. Al-Habib Alwi bin Syahab, tadi kita dengar, kita kirim Al-Fatihah ke Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab itu ngirim surat ke Habib Alwi. Wahai anakku, nikmat Allah yang paling besar karena engkau jadi anak aku. Aku tak pernah sampai kabar kecuali yang baik-baik. Kau hadir acara baik, dekat sama wong soleh, mempelajari ilmu, jadi wong alim, ngajar di Rubat Tarim. Itu Habib Alwi, abahnya senang dianggap anaknya anak yang sukses. Antum tahu Habib Alwi itu miskin. Habib Alwi bin Syahab itu kalau ngajar di Rubat Tarim, itu beliau muraji. Pelajaran yang lalu dites budak-budak tuh. Dari halago tertinggi sampai halago yang paling rendah beliau galau dewean. Ngetes. Setelah ngetes beliau jalan nak balik, nyium bau masakan budak-budak pondok pesantren Rubat Tarim. Nyium beliau. Beliau terbesit dalam hati, ya Allah, budak-budak habis belajar ada makan. Ana balik rumah katik makan. Sukses kata abah beliau. Sukses pandangan salaf. Kalau Habib Alwi bin Syahab sekarang tengah-tengah kita, zaman sekarang tak tahu dianggap sukses apa tidak? Sukses apa tidak? Wallahu alam. Kita bahkan kalau minta doa sama habaib, sama asatid, yang kita minta apa? Ustaz doa ke bisnis lancar Ustaz. Ustaz doa ke biar urusan ana, duit ana lancar, ini. Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf waliullah di Sewun, beliau ngomong ana sumpek sama wong-wong. Wong kalau minta sama ana doa, minta bisnis lancar galo. Itu yang dipinta. Tak katik yang minta doa yang baik tentang agama, kecuali sikok kata Habib. Ana senang sama sikok wong tula. Setiap kali ketemu ana, minta solahul qalb, hatinya diperbaiki oleh Allah. Antum tahu Al-Habib Abdullah Al-Haddad pas ziarah Nabi, itu beliau ngarang qasidah panjang. Qasidah Qafiyatul Ba, panjang. Itu beliau pas ziarah Nabi apa yang beliau pinta? Wa inna salahad dini wal qalbi sayyidi huwal gharadul aqsa fa ya sayyidi kumbi. Sungguh kebaikan agama, kebaikan hati aku itu yang pinta. Itu tujuan yang paling inti, tujuan yang paling besar. Yang lain sisa nyusul. Kalau kita yang penting bisnis lancar, duit lancar, agama baik tidak baik, wallahu alam. Selagi sholat alhamdulillah, khusyuk tidak masalah anak kita, urusan dia itu. Urusan dia sama Allah. Jadi kita perbaiki. Kita perbaiki ngaji. Sampai kita wafat jangan lepas. Datangi ustadz, jangan kita cuma duduk denger, buka kitab, kita bawa pulpen, terjemahkan, bawa pulpen, belajar, baca sejarah-sejarah salaf soleh kita. Kalau kita baca, nangis gitu, alang kejauhnya kita nih. Kata salaf-salaf kita, tando wong kalau bakal sukses, bakal jadi wong soleh, tandonya apa? Dia gemar membaca cerita wong soleh. Tanda wong soleh itu bakal jadi wong soleh, bakal jadi wali, apa tandonya? Dia gemar baca cerita wali. Kalau kita tidak gemar, jangan mimpi kadang. Jangan mimpi gitu. Itu tandonya. Biasanya wong soleh seperti itu. Insya Allah ini kami bukan ceramah, nasihat sudah dari managib cukup. Cuman ngajak introspeksi diri. Ini sebagai introspeksi. Kami tidak pantas, kami juga banyak kekurangan. Tapi insya Allah ini menjadi pelajaran buat kita galau, dan kami minta maaf apabila ada kata-kata yang agak sedikit kasar atau salah. Semoga kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik wal hidayah. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran lil Habib Ali bin Husain bin Alwi bin Syahab yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah di acara yang terakhir, yaitu doa syifa dan talqin dzikir beserta doa penutup yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Habib Muhsin Abdullah Al-Habsyi. Padanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Al-Fatihah biniyat al-shifa wa al-sihah wa al-lutf wa al-afiyah Sayyid al-Habib Umar Uthman bin Uthman Muhammad لأخينا عمر عثمان بن عثمان محمد فتحان ولمن أوصانا بالشفاء اشبهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادره بعد زمن ولا ألا الله الدين وكني صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله بالعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومعنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Salat. Ustaz Muhsin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah.